النهاردة هنعمل مع بعض ميني بيتزا بعجينة ممتازة جدا جدا وهشة وطرية جدا، ومعمولة بعجينة بسيطة، والنتيجة بتاعتها رهيبة بجد. وكمان هقول لكم على كل أسرار نجاح البيتزا علشان تطلع معاكم خطيرة. لازم بجد تجربوها، وإن شاء الله هتعتمدوا الوصفة دي، والمبتدئين هتنجح معاهم من أول مرة. قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. في طبق هننزل بكوباية مية دافية، هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها. هنحط عليهم 3 معالق كبيرة من الزيت ومعلقتين كبار حليب بودرة. الحليب البودرة حبايبي بيدي طعم مميز جدا جدا لعجينة الميني بيتزا. معلقتين كبار من الزبادي، رشة بسيطة ملح. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الزبادي يدوب مع كل المكونات. بعد كده هننزل ب3 كوبايات من الدقيق. هننزل طبعا بأول كوباية وهقلب لحد لما يختفي الدقيق. هنزل بالتانية وافضل اقلب. اول ما الاقي العجينة تقلت هبدأ اعجن بايدي. العجينة لازم تكون طرية بس بتلزق حاجة بسيطة جدا. هنغطيها وهنسيبها تخمر حوالي ساعة. ودلوقتي بقى هنحضر أجمل صلصة بيتزا. بدل ما بنشتريها غالية جدا جدا من بره وبندفع فلوس كتير على الفاضي، والله هتطلع أجمل بكتير جدا جدا من اللي بنجيبها من بره. جبت هنا 4 وحدات من الطماطم، هسلقهم لمدة 5 دقايق في مية مغلية. بعد كده جبت حلة، هقشر الطماطم واحطها في الحلة واحط عليهم معلقة صغيرة من الملح والفلفل والثوم البودر والفلفل طبعا الاسود والبابريكا والزعتر والريحان. هنرفعهم على النار لمدة 5 دقايق. أول ما يغلوا هنحط معلقتين كبار من الصلصة وهنقلبهم ونرجعهم على النار لحد ما ياخدوا غلوة. شايفين بقى الصلصة ريحتها بجد خطيرة جدا جدا. هحطها بقى في علبة كده وهسيبها تبرد. دي العجينة بعد ما تضاعف حجمها اللهم بارك. هحط بقى رشة دقيق وهنزل بالعجينة وهفردها طبعا بإيدي. طبعا بنقسمها على قد الحجم اللي احنا عاوزينه. انا قسمتها حجم وسط، طلعت حوالي 17 قطعة. طبعا بنلفها على شكل كور زي ما انتوا شايفين كده وبنغطيها وبنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق بس. نبدأ بقى مع بعض نفرد الميني بيتزا بالطريقة دي، رفيعة من النص وليها أطراف زي البيتزا بالظبط، بس الأطراف ما تكونش سميكة معانا علشان بتتضاعف جوه الفرن. هبدأ أحط معلقة صغيرة من الصلصة على كل قطعة ميني بيتزا وأبدأ أفردها بالمعلقة. بعد كده بجيب شوكة وبعمل ثقوب في النص في كل قطعة علشان ما تكونش منتفخة من النص. هننزل بعد كده بالجبنة الموتزاريلا على كل قطعة ميني بيتزا، وبنحط بقى عليها ايه؟ بسطرمة، زيتون، فلفل. طبعا الإضافات دي على حسب اللي موجود عندكم في البيت واللي انتوا بتفضلوه. بندهن بقى الأطراف بالمية علشان بتخلي العجينة هشة وبيكون لونها حلو جدا جدا وبتدي اللون الذهبي. ومن فوق الوش كده بندي رشة زعتر خفيفة كده من فوق، طبعا لو انتوا حابين. طبعا هندخل الميني بيتزا في فرن سخن على درجة حرارة 220 في الرف الأوسط. بتاخد حوالي حبايبي 10 دقايق بس. الميني بيتزا خلصت بجد يا جماعة، جميلة جدا جدا. وتسوية الميني بيتزا رائعة. العجينة هشة جدا جدا وقطنية زي ما انتوا شايفين.
بصراحة يا جماعة دي أجمل وأحلى طريقة أنا عملتها للميني بيتزا، فعلا تستحق إنكم تجربوها. الجبنة الموتزاريلا سايحة وفظيعة بجد، جربوها ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا جدا. بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في وصفات تانية كتير إن شاء الله.